العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحلي أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإثرية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء السلوى. معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. تخريج الدفعة الثالثة والثلاثين للخدمة الوطنية. تخريج متدربي التأهيل المهني في ساوا. الرئيس يتفقد معرض متخرجي التدريب المهني. أمريكا تخسر محاولة لتمديد حظر السلاح على إيران. الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على بيلاروسيا. متشددون يقتلون شرطيين في كاشمير. أهلا بكم إلى التفاصيل. تخرجت اليوم 15 من أغسطس بحضور فخامة الرئيس إسياس أفورقي تخرجت الدفعة الثالثة والثلاثين للخدمة الوطنية بأداء القسم لتنفيذ متفاني لأهداف الخدمة الوطنية. وقام أعضاء الدفعة الثالثة والثلاثين بعرض عسكري عكس التدريب العسكري الذي تلقوه لمدة عام في ساوا. وأشاد فخامة الرئيس إسياس أفورقي بالمتخرجين لتمويزهم ومهنئا أولياء أمورهم ومعلميهم ومدربيهم، مشيرا إلى أن تخريج الدفعة الثالثة والثلاثين للخدمة الوطنية والدفعة 11 للتدريب المهني تأتي في مرحلة استثنائية لفترة فيروس كورونا، قائلا أن غاياتنا وأهدافنا في هذه المرحلة الصعبة ترفع كافة قدراتنا وإمكاناتنا الجانبية إلى أعلى المستويات الآمنة جدا للسيطرة على فيروس كورونا والأمراض والأوبئة الأخرى. وذكر فخامته بأن الخبرة والتقنية المكتسبة وكذلك المعرفة العلمية والمهنية قليلة جدا مع تحدي التطور الموجود حاليا، وشدد على الأهمية الأساسية للوعي والاستعداد الشعب للسير قدما لتضييق الهوى وبلوغ الغاية النهائية. وأوضح قائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جديه أن أعضاء الدفعة الثالثة والثلاثين للخدمة الوطنية يرتقوا إلى مستويات عالية مقارنة مع نتائج الدفعات السابقة، خاصة بأن تميز الإناث في جميع المجالات يعتبر إنجازا إضافيا. بجانبها قدمت وزيرة الصحة أمينة المحسن تقريرا مصحوبا بالأرقام حول أوضاع فيروس كورونا في البلاد والاستراتيجية التي تبعتها الحكومة لمكافحته والسيطرة عليه والأساليب التي نفذتها والخطوات الهامة التي اتخذتها ونتائجها. وقالت أن الوضع لا يدعو للاستكانة ولا خيار سوى مواصلة المهمة. وتسلم الأفراد والوحدات المتميزة في جميع الأنشطة التي جرت على شكل مسابقات وكذلك المدربين والرعاة النموذجين الجوائز من فخامة الرئيس إسياس أفورقي وقائد هيئة الأركان العامة لقوات الدفاع الفريق فيليبوس والدا يوهانس. وشهد احتفال التخريج فعاليات فنية عكست أهمية الخدمة الوطنية للبناء والدفاع عن السيادة وتنمية القيم الثورية والوطنية. تخرج طلاب الدور 11 لمركز التدريب المهني في ساوا اليوم 15 من أغسطس بحضور الرئيس إسياس أفورقي بعد تدريب نظري وتطبيقي لعامين. وقال مدير مركز التدريب المهني السيد تسفاي تولدة أن الطلاب البالغ عددهم 1078 طالب، بينهم 463 طالبة تلقوا تدريبا مهنيا نظريا وتطبيقيا باستخدام المعدات الحديثة في مجالات المسح والكهرباء والإلكترونيات وصيانة الكمبيوتر والثلاجات والميكانيكا والبناء وأعمال الحدادة والنجارة والمجاري وغيرها من المجالات. وأوضح بأن أعمال الابتكار والتصنيع التي قام بها الطلاب ومشاريع التخريج تظهر القدرات التي اكتسبها. وتلقى الطلاب المتفوقين كل في مجاله الشهادات والجوائز من وزير التعليم السيد سمر رسوم ووزيرة الصحة أمينة نور حسين والمدير التنفيذي لمعهد التعليم العالي والبحوث الدكتور هيلا محتوم.
وأكد ممثل الخريجين على العمل بتفاني في مكان العمل الذي سيعملون فيه. تفقد فخامة الرئيس سياسة أفريقي بصحبة الوزراء وكبار قادة قوات الدفاع المعرض الذي نظمه خريجو الدفعة 11 لمركز التدريب المهني في ساوا، ويعكس المعرض التدريب الذي تلقاه الخريجون خلال عامين ابتكاراتهم وتصنيعهم. واشتمل المعرض الذي شيده الطلاب وقرب على الاكتمال وأعمال كهربائية يتوقع ترجمتها في المشاريع الكبيرة ومنتجات الابتكار والاختراع في الكمبيوتر وأنشطة الشبكة وأعمال الحدادة والنجارة وأجهزة التبريد. ويؤكد المعرض القدرات التي اكتسبها الطلاب والعمل بها على أرض الواقع. أوضح الشباب الخريجون من الكليات ومراكز التدريب المهني العاملون في مشروع قرصة الزراعي أن المشروع ساهم لتدعيم التعليم النظري الذي تلقوه بالعمل التطبيقي. وذكر الشباب في مشروع قرصة الزراعي أن أعمال الزراعة المروية والمطرية وتربية الحيوان والأبحاث الزراعية الجارية في المشروع ساعدتهم لاكتساب الخبرة. وقالت الشابة زينب تصفى مريم التي تخرجت في علم النبات من كلية حمل المال الزراعية، والشاب يونس محمد المتخرج من مركز عدهالو للتدريب المهني في مجال حماية التربة وحفظ المياه، أن حصولهم على أرضية عمل تتلائم مع التعليم الذي تلقوه مكنهم من العمل بقوة وتطوير قدراتهم. وأفاد الشابان تخلوين هبتي وأستر عقبي أن التنمية الزراعية المروية على مدار العام وبرامج التجارب الزراعية خلقت لهم الأرضية للعمل المتواصل واكتساب المعرفة. ويعمل أكثر من 400 شاب تخرجوا من كلية حمل المال الزراعية ومراكز تدريب ساوا وعدهالو وحقت. السادة والسيدات إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. خسرت الولايات المتحدة محاولة لتمديد حظر تفرضه الأمم المتحدة على السلاح لإيران في الوقت الذي اقترح فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد قمة عبر الإنترنت مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا وإيران في محاولة لتجنب مواجهة وتصعيد في الأمم المتحدة، حيث تحاول واشنطن تمديد حظر الأسلحة على إيران. واعترضت روسيا والصين خلال تصويت أجراه مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر السلاح الذي ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى. وامتنع 11 عضوا في مجلس الأمن عن التصويت من بين فرنسا وألمانيا وبريطانيا، ولم تصوت لصالح مشروع القرار سوى الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان. ويمكن للولايات المتحدة الآن تنفيذ تهديد بإعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران باستخدام بند في الاتفاق النووي رغم انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على تحديد سلسلة أهداف في بيلاروسيا لفرض عقوبات جديدة عليها ردا على حملة القمع التي شنها الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعد الانتخابات وفق ما أفاد مسؤولون. كما أكد الوزراء خلال الاجتماع عبر الفيديو الذي استضافه وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بحث المواجهة بين اليونان وتركيا خلال اجتماعهم المقبل الذي سيعقد وجها لوجه. وبمجرد الانتهاء من وضع القائمة يجب أن توافق الدول الأعضاء بالإجماع على كل اسم أو كيان يرد فيها، مع إشارة المسؤولين إلى عدم وجود اعتراض من أي من الدول 27 على فكرة العقوبات. هاجم مسلحون فريقا من الشرطة في كاشمير مما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة
وإصابة واحدة على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة في المنطقة المتنازع عليها قبل عيد الاستقلال الهندي. وقال في جاي كومار قائد الشرطة في كاشمير لرويترز أن مجموعة من المسلحين فتحت النار على فريق الشرطة الذي كان يقوم بواجبه في منطقة بمدينة ناوجام. وأضاف أنه تم التعرف على هوية المسلحين وتعهد بتحييدهم قريبا. وقال أنه جرى تطويق المنطقة وما زالت عمليات البحث جارية. يأتي الهجوم بعد أيام من الذكرى الأولى لإلقاء الحكم الذاتي الدستوري لكاشمير، وهو إصلاح قالت الحكومة الهندية أنه سيعزز تنمية المنطقة من خلال تقريبها من بقية البلاد. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. في أمان الله وحفظه.